هنتكلم النهارده عن الرياضة في البلوغ بالنسبة للبنات وبالنسبة للولاد. فبالنسبة للأولاد التستوستيرون لما يبتدي يزيد ويفرز كبر العضلات، كثافة عضلية أكبر، قوة بدنية أكتر، فدايما الأولاد بيتجهوا للجيم والحديد والكلام ده. بالنسبة للبنات الاستروجين لما بيفرز ده بيساعدهم أكتر على مرونة أكبر في المفاصل، وده بيساعدهم إن هم يروحوا طبعا للألعاب زي الجمباز والباليه والحاجات دي. بالنسبة لتكوين الجسم للأولاد مع كثافة الكتلة العضلية، طبعا ده بيخلي جسمهم مفرود ومشدود وشكلهم بيبقى أكتر بيميل إن هو للجسم الرياضي أكتر من المرحلة اللي قبل البلوغ. بالنسبة للبنات زي ما قلنا بتبتدي دهون تتكون في مناطق معينة عشان الشكل الأنثوي يكتمل، ولكن الدهون دي برضو بتساعدهم في الصحة الإنجابية جدا. طيب القلب والرئتين، بالنسبة للأولاد حجم القلب بيبتدي يكبر عشان يضخ دم أكبر، والعضلات تبتدي تكبر أكتر، وحجم الرئة بيبتدي يوسع، وده بيساعدهم أكتر على تمارين قوة التحمل والأوزان. بالنسبة للبنات طبيعي جدا إن الرئتين والقلب بيبقى أصغر شوية، تدفق الدم ما بيكونش أكتر زي الأولاد، في المقابل بيكون فيه مرونة أكتر ومفاصلهم بتبقى أفضل بكتير من الأولاد. تطور العظام نفس الكلام زي العضلات، التستوستيرون برضو بيزود كثافة العظام، وده بيساعد الأولاد إن هم يلعبوا تمارين شاقة ويبقى فيه قوة تحمل أكبر ويقدروا يشيلوا أوزان أكتر، وبيساعدهم على قلة الإصابات والكسور. بالنسبة للبنات كثافة العظام بتبقى أقل، فده بيبقى فيه ريسك أكبر، بيبقى فيه نسبة أعلى للإصابات أو الكسور، ولكن برضو في المقارنة مع الأولاد العظم الأخف أو كثافة العظام القليلة بتساعدهم أكتر على المرونة.